رمضان قرب يخلص. قلبك اتغير. رمضان قرب يخلص، بس السؤال المهم مش هتلبس ايه في العيد. السؤال: قلبك خرج من رمضان عامل ازاي؟ اول يوم رمضان كنت متحمس جدا، تختم قرآن وتصلي كل الفروض في وقتها وتقوم التراويح ويمكن كمان القيام، حاسس بطاقة عالية وروح مختلفة. وفعلا أول كام يوم كده بتبقى ماشي زي الفل 10/10. لكن مع نص الشهر كده الشغل يرجع يضغط، السهر يزيد، التعب يظهر كده، والحماس يبدأ يقل واحدة واحدة، وتلاقي نفسك مش بنفس القوة اللي بدأت بيها. بس المشكلة إننا بنفهم رمضان غلط، فاكرينه سباق بداية فاكرينه سباق بداية قوية وخلاص، كأن المهم إنك تنطلق بسرعة. لكن الحقيقة إن رمضان مش سباق سرعة، رمضان سباق نفس طويل وطويل جدا كمان. الفكرة مش إنك تبدأ بأعلى طاقة، الفكرة إنك تفضل ماشي لحد آخر يوم بنفس الروح. لو الأداء قل شوية، ربنا مش مستني منك الكمال، الكمال لله وحده، مستني منك الاستمرارية. حتى لو بتعمل حاجة بسيطة بس ثابت عليها، ده أحب من اندفاع كبيرة وبعدها انقطاع خالص. الثبات هو اللي بيغير القلب، مش اللحظة الحماسية المؤقتة. وعلشان كده أول نقطة معانا وهي: مش مهم البداية، المهم الثبات. يمكن فعلا في رمضان السنة دي قربت من ربنا أكتر، صليت أكتر، دعيت من قلبك، ويمكن كمان بطلت ذنب كان مسيطر عليك بقاله سنين طويلة. حسيت إن قلبك أخف ونفسك أهدى وروحك أقرب لربنا. لكن مع اقتراب نهاية رمضان بيجي الخوف ده جواك كده: طب وبعد رمضان هرجع لنفسي القديمة تاني؟ هرجع لنفس الغلط؟ صلي على النبي. الفكرة ان رمضان مش محطة مؤقتة كده بنقف عندها شوية ونمشي، لا، رمضان المفروض يكون بداية طريق جديد. رمضان جاي يديك دفعة كده، يشحن قلبك ويخليك تكتشف انك تقدر تعيش حياة انضف واهدى واقرب لربنا. مش منطقي انك تبقى عشت شهر كامل 30 يوم بتحاول تبقى انسان احسن، وبمجرد ما الشهر يخلص كده ترمي كل ده وترجع لنقطة الصفر تاني. اللي عملته في رمضان ده مش مجهود ضاع على الفاضي، لا، ده أساس لحياة مختلفة. حتى لو بعد رمضان قلت شوية كده، المهم ما تقطعش خالص، خليك متمسك بحاجة واحدة على الأقل من اللي عملتها في رمضان: صلاة في وقتها، ورد قرآن صغير، دعاء قبل النوم، أي حاجة بس تربطك بالإحساس اللي عشته في الشهر ده. وعلشان كده تاني نقطة معانا واللي هي: رمضان بداية مش نهاية. في ناس كتير بتفضل تقول: أنا هستنى العشر الأواخر علشان أبدأ بجد، أو لسه بدري، قدامي وقت. وتعدي الأيام يوم ورا يوم من غير ما تعمل حاجة حقيقية، تلاقي نص رمضان عدى وهي لسه ما بدأتش أصلا ولا قربت من ربنا زي ما كانت ناوية. لكن الحقيقة إن كل يوم في رمضان كان فرصة، كل يوم كان ممكن يبقى بداية جديدة، وكل صلاة كانت ممكن تبقى خطوة تقربك من ربنا أكتر وأكتر. مش لازم تستنى وقت مثالي عشان تبدأ، لأن الوقت المثالي عمره ما هيجي، الوقت المثالي عمره ما بيجي. واللي بيستنى كتير بيضيع منه الشهر وهو مش حاسس. بس برضو طول ما رمضان ما خلصش لسه، يبقى لسه في امل. ايوه، حتى لو ما عملتش حاجة من اول الشهر، تقدر تبدأ من النهاردة: ركعتين قبل النوم، صفحة قرآن، دعوة صادقة من قلبك. الحاجات الصغيرة دي ممكن تغير كل احساسك في الايام اللي فاضلة. ما تبصش للي فات وتقول ضاع خلاص، بص للي جاي وقول اقدر اعمل حاجة. لان ربنا ما بيبصش على امتى انت بدأت، ربنا بيبص على صدق البداية نفسها. وعلشان كده تالت نقطة معانا واللي هي: لسه في فرصة. ساعات بنقيس رمضان بطريقة غلط، بمعنى
نقعد نسأل بعض: ختمت كام ختمة؟ صليت كام ركعة تراويح؟ قمت قد ايه؟ ونحس ان الموضوع ارقام، وان اللي ارقامه اعلى يبقى هو كده نجح اكتر. لكن الحقيقة ان الاهم مش الارقام خالص، لان ممكن حد يختم كتير جدا وقلبه لسه زي ما هو، وممكن حد يعمل القليل بس ويطلع من رمضان متغير فعلا. بس السؤال الحقيقي: قلبك اتغير قد ايه؟ بقيت اهدى في ردود فعلك؟ بقيت اقرب لربنا حتى وانت لوحدك؟ بقيت ارحم بالناس؟ بتسامح اسرع؟ بتغلط اقل؟ لو في تغيير حصل جواك حتى لو كان بسيط، يبقى ده فعلا هو المكسب الحقيقي. رمضان مش جاي علشان ننافس بعض، رمضان جاي علشان ينظف قلوبنا، يهدي النفس، ويقربنا من ربنا خطوة حقيقية. لأن العبادة مش شكل، العبادة أثر. ولو الأثر ده ظهر في أخلاقك، في كلامك، في هدوءك، يبقى كده رمضان عمل شغله معاك. علشان كده رابع نقطة معانا، واللي هي التغيير الحقيقي في القلب. أخطر حاجة فعلا مش إن رمضان يخلص، أخطر حاجة إن رمضان يخلص وإحنا نرجع زي ما كنا بالظبط، نفس الغفلة، نفس الذنوب، نفس البعد، كأن الشهر ده عدى علينا كده من غير ما يسيب أي أثر فينا، كأننا كنا بنبعد ربنا، كأننا كنا بنعبد ربنا شهر وخلاص، وباقي السنة نرجع ننسى. لكن الحقيقة ان ربنا مش بس في رمضان، ربنا طول السنة موجود طبعا، سمعك، شايفك، وقريب منك في اي وقت. رمضان كان فرصة مركزة كده، جو إيماني يساعدك تقرب، بس القرب ده المفروض يكمل بعده مش ينتهي مع آخر يوم في رمضان. بس لو خرجت من رمضان بنية الاستمرار، حتى لو هتعمل القليل، يبقى كده رمضان نجح معاك. مش لازم تفضل بنفس القوة، مقلتش كده، لكن على الأقل خليك متمسك بحاجة ثابتة، يعني الصلاة في وقتها، ورد قرآن بسيط، استغفار يومي، صدقة كل فترة. المهم ان الخيط اللي بينك وما بين ربنا ما يتقطعش. رمضان زي دفعة نور دخلت قلبك كده، فحرام حرام تطفي النور ده بإيدك. خليه يكمل معاك لباقي السنة، وخلي رمضان يبقى نقطة تحول مش ذكرى موسمية كده. وعلشان كده أهم وآخر نقطة معانا، واللي هي: كمل بعد رمضان. وفي نهاية حديثنا، قبل ما رمضان يخلص اسأل نفسك سؤال بسيط: أنا خرجت من الشهر ده بإيه؟ قلب أهدى، نفس أهدى، علاقة أقرب بربنا. يمكن ما عملتش كل اللي كنت مخطط له، صح؟ يمكن ما ختمتش القرآن أو فاتتك صلوات، لكن طول ما في تغيير جواك حتى لو كان بسيط، يبقى رمضان لمس قلبك فعلا. المهم دلوقتي مش آخر يوم في رمضان، المهم أول يوم بعد رمضان. هتعمل إيه لما الأجواء تخلص؟ هترجع لنفسك القديمة، ولا هتاخد معاك عادة صغيرة تكمل بيها؟ صلاة في وقتها، ذكر بسيط كل يوم، صفحة قرآن قبل النوم، حاجات صغيرة بس هي اللي بتحافظ على النور اللي رمضان زرعه جواك. وافتكر دايما دايما ان رمضان مش بس افتكر دايما ان ربنا مش بس في رمضان، ربنا معاك طول السنة وفي كل وقت وفي كل لحظة انت فيها، مستني بس منك خطوة، خطوة حتى لو كانت بسيطة. ولو رمضان خلاك أقرب شوية، يبقى خليك على القرب ده وما تبعدش تاني. ولو حبيت الفيديو واستفدت منه، اعمل لايك، وما تنساش تنورنا بزرار الاشتراك في القناة، وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. وافتكر دايما دايما ان رمضان ممكن يخلص، بس القرب من ربنا عمره ما ليه اي مواسم. وبس كده. اللهم لا تتركني للضلال ولا تخلى عني الخطيئة، والهمني راحة الضمير حتى أستطيع أن أنام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. سلام.